باشا فكك من الشغل ده. اذا كان الشغل ده بس تعال كده. لا جبل حلو قوي. بلطجة في الحرم الجامعي. ايه اللي حصل لموظف جامعة المنصورة؟ مقطع فيديو ظهر فيه راجل بيشتغل موظف في جامعة المنصورة، بيقول من أكتر من 25 سنة بيشتكي من تعرضه للاعتداء من موظف مكتب الأمن في الجامعة. الراجل بيقول إنه موظف محترم اتخانق مع موظف أمن، ولما حب يصور التعدي عملوا معاه حركة مش تمام، أخدوا منه التليفون ومسحوا الفيديو، وكمان كان بيتعرض للتهديد وقفلوا الباب عليه، لكن ما يقاسش وشد التليفون تاني وصور اللي قدر عليه. صور وهو بيتعرض للإهانة والتعدي بالألفاظ وكأن الموضوع بلطجة. الراجل بيقول إنه بقاله سنين موظف محترم ما عملش مشكلة واحدة مع حد، دلوقتي بيتعرض للإهانة والتعدي، ولما حاول يثبت إهانته بهدلوه وكسروا له رجله، وده الجزء اللي معرفش يصوره. الناس لما شافت الفيديو قالت إن زي ما الناس بتجيب حق أفراد الأمن اللي بيتم التعرض ليهم، زي ما حصل مع فرد الأمن في كومباوند شهير اتعدى عليه صاحب مصنع من يومين، فكمان فرد الأمن اللي يتعدى على شخص من حق الشخص ده إنه يجيب حقه منه. الفيديو انتشر بسرعة وعمل حالة غضب كبيرة. ناس كتير سألت إزاي ده يحصل جوه جامعة المنصورة، وإزاي موظف له أكتر من 25 سنة خدمة يتساب لوحده من غير تدخل ولا حماية. تعليقات قالت الجامعة مكان أمان مش ساحة بلطجة، والأمن شغله حماية مش تهديد ولا إهانة. ناس تانية طلبت بتحقيق رسمي وسماع أقوال الموظف ومحاسبة أي حد غلط مهما كان منصله أو صفته.